بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتي وصفات أم بيان للطبخ والحلويات. بالمناسبة نشكر متتبعاتي الكرام اللي وصلتوني 3400 مشترك. شكرا لكم على المتابعة وكونوا أوفياء دائما لقناتي. اليوم جبت لكم وصفة الديسباسيتو سهلة واقتصادية ومقادير جد مضبوطة. 3 بيضات. للكيكة نستعمل 3 بيضات، رشة من الملح ونصف كوب من السكر. نخلط المكونات جيدا حتى يمتزج الخليط ويصبح قوامها ثقيل والشكل تاع البيض يصبح أبيض. هذه المرحلة ضرورية، لازم نخلط البيض جيدا مع السكر، ولازم بالدراب الكهربائي باش تنجح معنا الوصفة. هنا في هذه المرحلة ضرورية جدا أضفت ملعقتين من الماء المغلي. عقله ملعقتين من الماء المغلي. هذه المرحلة جد ضرورية. نواصل الخلط حتى يولي الخليط بهذا الشكل. في هذه المرحلة نجيب كوب من الدقيق نخلوه جيدا، كوب فقط، كوب من الدقيق نخلوه، وملعقة من الكاكاو البني. كاكاو لازم يكون من النوعية الجيدة، كاكاو البني، وحدة خميرة الحلوى. هنايا نكمل ملعقة ثانية من الكاكاو البني، وحدة خميرة الحلوى. نخلط المكونات بالملعقة أو سباتيلا من الأسفل إلى الأعلى، من الأسفل إلى الأعلى، باش يجينا هنا الكيك مهوي وخفيف بهذا الشكل حتى يدخل كامل داك الدقيق مع البيض بهذه الطريقة. هذه المرحلة نجيب السنيوة اللي تدخل الفرن ندهنها بشوية زبدة وشوية دقيق بهذا الشكل. نفرغ الخليط بهذا الشكل ونسوي كامل الكيكة على سطح الطبق أو السنيوة بهذا الشكل، بهذا الشكل. بالنسبة للطياب تاعها 15 دقيقة ما تفوتوهاش، خاطش كيكة تاع الشوكولاتة ما تبغيش الطياب بزاف. بمجرد تنشف نخرجوها من الفرن كما تنحرق، ربع ساعة في الفرن. هنا بعد ما طابت خرجناها نتقبها بالكيغدون ونشربها. لازم نشربوها انا شربتها بكوب حليب ممزوج بالشوكولاته تاع الاطفال، هذيك الغبره الشوكولاته اللي يشربوها. ايوا نسقوا الكيكه، نتوما لكم الاختيار، سقوها بالحليب او قهوه، تنجموا بالقهوه، خلوها على جهه. بالنسبه للكريمه انا عندي كوب غبره شانتيي مع وحده شوكولاته دانيت تاع الشيكولا، هذاك واحد او اثنين، انا كان عندي غير واحد. نصف كوب مجمد من الحليب. اخلط المكونات حتى تتقال الكريمه بدون شوكولاته بالحليب او شوكولاته سوداء. مقادير اقتصاديه جدا بهذا الشكل. نفرغ الخليط، فرغ الخليط في الكيكه بهذا الشكل. تبغوه ثقيل تقلوه، تبغوه خفيف ديروه خفيف. نسوي السطح بهذه الطريقه سهله واقتصاديه وبالخف توجد. نسووها بلا كوبات بهذه الطريقه، والتزيين يبقى اختياري. انا درت شوكولاته، خطوط من الشوكولاته الشكل تاع الملفاي، نتوما يبقى لكم الاختيار بهذا الشكل. وتخلوها في الثلاجة تتماسك شوية على الأقل، وتقدموها بالصحة والراحة. والله صدقوني كيكة اقتصادية وبنينة، تهبل تهبل في الذوق تاعها.
شوفوا القوام تاعها، تناسب المشروبات ولا مع قهوة حليب. شكرا لأنكم دعمتوني ووصلتوا قناتي 3400 مشترك، ونتمنى منكم تدعموا القناة والمزيد من الاشتراكات. شكرا لكم على المتابعة.